ترددت خلال الأيام الماضية أنباء عن احتمالية عودة المدافع الدولي محمد عبد المنعم لاعب نادي نيس الفرنسي إلى صفوف النادي الأهلي في الموسم الجديد، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين جماهير القلعة الحمراء التي تنتظر تدعيمات قوية في خط الدفاع. لكن الإعلامي أحمد شوبير خرج ليحسم الجدل، مؤكداً بشكل واضح أن هذه الأنباء غير صحيحة، وقال: محمد عبد المنعم لن يعود للأهلي، اللاعب حالياً مصاب، ولم أسمع عن وجود أي مفاوضات بين الأهلي ونيس بشأن استعادته. ويذكر أن عبد المنعم تعرض مؤخراً لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع فريقه نيس في الدوري الفرنسي، وهي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر، ويخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي طويل المدى. هذا الوضع يجعل فكرة عودته للنادي الأهلي في الفترة الحالية غير مطروحة على الإطلاق، خاصة أن اللاعب ما زال في مرحلة العلاج، فيما يبحث الأهلي عن صفقات جاهزة قادرة على المشاركة الفورية في البطولات المحلية والإفريقية. وبذلك فإن كل ما تردد حول عودة عبد المنعم إلى القلعة الحمراء يبقى مجرد شائعات، في وقت يواصل فيه اللاعب رحلة التعافي، بينما يركز الأهلي على ملف التعاقدات لدعم صفوفه قبل انطلاق الاستحقاقات القادمة. عقد الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم جلسة مع حكام مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لمراجعة وتقييم أدائهم خلال المباريات الأخيرة، وعلى رأسها مباراة الأهلي وفاركو التي شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً. الجلسة حضرها الحكم محمد معروف الذي أدار لقاء الأهلي وفاركو، والذي قام بطرد لاعب الأهلي محمد هاني بعد حصوله على الإنذار الثاني أثناء استبداله بدعوى تجاهله تعليمات الحكم بالخروج من أقرب نقطة في الملعب. النادي الأهلي كان قد تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الحكام طالب خلالها بمراجعة قرار الطرد، معتبراً أن القرار غير صحيح وتسبب في الإضرار بمسيرة الفريق في البطولة، خاصة مع غياب اللاعب عن لقاء غزل المحلة المقبل. وفي تطور لافت، علمت مصادر خاصة أن اتحاد الكرة قرر إيقاف الحكم محمد معروف لأجل غير مسمى لحين مراجعة تقاريره ومشاهدة لقطات المباراة بشكل تفصيلي، وذلك استجابة للشكاوى المقدمة من الأهلي ولتجنب تكرار مثل هذه الحالات المثيرة للجدل. وبذلك يكون اتحاد الكرة قد أرسل رسالة واضحة بأن لجنة الحكام لن تتهاون مع أي قرارات مثيرة للجدل قد تؤثر على نتائج المباريات، مؤكداً على ضرورة الالتزام بأعلى معايير العدالة والشفافية في إدارة لقاءات الدوري الممتاز. جدير بالذكر أن الأهلي كان قد تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت 2-2، ثم فاز في الجولة الثانية على فاركو بنتيجة 4-1 ليحصد 4 نقاط من أول مباراتين له في مشوار الدوري. أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة رسمياً عن العقوبة الموقعة على لاعب النادي الأهلي محمد هاني بعد واقعة طرده خلال مباراة فريقه أمام نادي فاركو في إطار الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. وشهدت المباراة التي أقيمت مساء الجمعة قيام الحكم محمد معروف بإشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد هاني، وذلك بعد حصوله على إنذارين متتاليين بسبب تجاهله تعليمات الحكم بالخروج من أقرب نقطة في الملعب أثناء استبداله. ووفقاً للبيان الصادر عن رابطة الأندية، فقد تقرر إيقاف محمد هاني مباراة واحدة، توقيع غرامة مالية قدرها 2500 جنيه على اللاعب بسبب الطرد لحصوله على إنذارين، وبذلك يغيب محمد هاني رسمياً عن صفوف الأهلي في مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم 25 أغسطس الجاري ضمن الجولة الرابعة من عمر المسابقة، على أن يعود للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي بداية من مواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة يوم 30 أغسطس.
جدير بالذكر أن الأهلي كان قد تعادل في الجولة الأولى من الدوري أمام فريق مودرن سبورت بنتيجة 2-2 قبل أن يحقق فوزه الأول في الجولة الثانية على حساب فاركو بنتيجة 4-1. وبهذه العقوبة يفقد الأهلي واحدا من عناصره الأساسية في خط الدفاع خلال لقاء غزل المحلة، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق لمواصلة الانتصارات وتثبيت أقدامه في المنافسة على صدارة جدول الدوري.